السلام عليكم متتبعينا الاوفياء، مرحبا بكم من جديد على قناتي شيوات انصاف. معكم فرح فيديو جديد واقتراح جديد. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد طورطه بارده بطبقات كتجي رائعه البنات وسهله بزاف. اكيد غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى الناس اللي غادي يذوقوها معاكم. خليكم معايا لاخر الفيديو لو بغيتي تشوفوا الوصفه بالتفصيل، وما تنساوش كيف العاده تشجعوني بواحد اللايك وتعليق يكون محفز واشتراك في القناه اذا كانت هذه اول زياره لكم، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهاتي ان شاء الله. ونبداو على بركه الله، ندوزو للمكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في الكيك في الطبقه الاولى، على بركه الله في اناء غادي نوضع 2 حبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه مع قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. غادي نضيف كيس ديال سكر فانيلا مع 4 المعالق كبارين ديال سكر سنيده، 4 المعالق كبارين من الزيت النباتيه. انا البنات كتشوفوني كنعبر بالكويس، ولكن راه انا ديجا عبرتهم بالمعلقه وعاد حطيتهم في الكويس. هنا غادي نضيف ايضا 4 المعالق كبارين من الحليب، وغادي نخلط جميع المكونات ديالي بالطراب اولا بالفوي بهذا الشكل هذا حتى كينسجموا المكونات كاملين وكيصبح عندي الخليط على شكل بوماد. كنخلطو تقريبا مده ديال واحد 2 ديال الدقائق حتى 3 ديال الدقائق، نخلطوه مزيان. وانا غادي نضيف الكاكاو تقريبا واحد المعلقه كبيره مع مرش. صافي كندخل الكاكاو مزيان في الخليط ديالي. انا كنفضل البنات نخلط الكاكاو هو الاول عاد نضيف الدقيق باش هكا داك الكاكاو كيتخلط مزيان وكيدخل في الخليط، يعني ما كيبقاش محبب. صافي هنا غادي نضيف 4 المعالق ايضا كبارين يكونوا عاملين مزيان ديال الدقيق حتى 5 ديال المراعق الا بان لكم الخليط شويه مازال خفيف. وغادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه، خميره الحلويات، وعاود كنخلط داك الدقيق والخميره مع الخليط ديالي حتى كنتحصل على هذا القوام. كيف ما كتشوفوا كيكون الخليط خفيف باش هكا كتجيكم ديك الكيك خفيفه حتى هي وكتجي اسفنجيه. صافي كندهن المول ديالي اللي غادي نطيب فيه الكيكه بالزبده وكنفرغ فيه الخليط الكيك. هنا الفران كنت مشعلاه من قبل، يعني الفران يكون سخون. ملي كندخلوا الكيكه كنقصوا درجه الحراره كنخليوها مهيله. صافي مده الطهي بين 10 حتى ل 15 دقيقه، راه دغيا كيطيب البنات هذا الكيك هذا لانه تيكون كيك رقيق. صافي هنا بعد ما طاب خرجته من الفران، نتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي طري وكيجي خفيف بزاف واسفنجي. وغادي ندير مولي الكيك ديالي من المول اللي طيبته فيه، غادي نحطوه في الصحن ديال التقديم باش هكا نكمل ليه الخطوات ديالو ونكمل باقي المراحل. نتوما تشوفوا معايا الكيك كيفاش كيجي خفيف، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تسقيوه فكيجي غزال وكيجي رطب. صافي هنايا راه غير كنقلبها البنات كتحيد بكل سهوله، يعني ما كتلصقش في داك القاع ديال المول لان دغيا كتزول. وكيف شفتوا معايا راه دهنت المول غير بالزبده فقط، ما درت لا دقيق لا كاكاو ولا حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا كيفاش جا السطح ديالها مقاد وجات غزاله البنات رطبه بزاف. هاد الكيك هذا راه معتمد عندي في جميع الطورطات اللي تنشارك معاكم دائما، هو اللي كنخدم به. هنايا البنات غادي نجيب هاد الاطار اولا هاد السيركل غادي نكمل فيه الطورطه ديالي، هذا اللي كيتزاد وكيتنقص. صافي غادي نديرو على الجينواز اولا على الكيك ديالي بهذا الشكل وكنكرزو صافي بهذا الشكل هذا باش ملي ندير الكريمه ما تخرجش ليا من الجوانب. ها هو كيف ما كتشوفوا بعد ما قاديتو على الكيك غادي نخليها على جنب وندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه في كاسرونه وضعت نص لتر ديال الحليب زائد 2 ديال الكؤوس. هنا البنات راه تصور غير فاش ضفت كاس واحد، راه عاود ضفت كاس واحد اخر، ما عرفتش علاش ما تصورش ديك اللقطه فاش زدت الكاس الثاني. المهم كنديروا نص لتر الحليب وكنزيدوا عليه 2 كؤوس عنبه ديال الحليب. هنا غادي نضيف السكر. بالنسبه للسكر البنات كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ممكن تضيفوا 3 المعالق حتى 4 ديال الملاعق. انا ضفت فقط كيف ما شفتوا معايا غير 3 ديال الملاعق. وغادي نضيف هنا الكريم باتيسير اللي حتى هي كنضيفوا 3 ديال الملاعق كبارين يكونوا عامرين بهذا الشكل هذا. انا هنا زدت واحد شويه حيت ما عمرتش المعلقات بزاف. صافي وكنضيف 2 اكياس ديال الفلون بنكهه الفانيلا كيعطي واحد المذاق زوين بزاف هاد الكريمه هذه. غادي نضيف 2 اكياس ديال الفلون بنكهه الفاني. الا درتو البنات الفاني داك اللي كيكون كبير راه كيكون فيه السكر، يعني بلا ما تستعملوا السكر الا درتو الفلون الكبير. الا درتو هاد الصغير هذا راه ما تيكونش فيه السكر، يعني خصكم ضروري ديروا السكر. صافي كنخلط المكونات ديالي بارد في بارد بهذا الشكل هذا حتى كيتخلط لي داك الكريم باتيسير يعني البودره مع الفلون السكر في الحليب. ومن بعد كنحط الكاسرونه ديالي على نار اللي تكون متوسطه حتى المهيله مع التحريك المستمر، ما كنحيدش يدي
ضروري ما تبقاو تحركوا بهذا الشكل هذا حتى كتعقد عندكم الكريمه ديالكم باش هكا ما تلصقش لكم في القاع ديال الكاسرونه وتحرق. صافي كنستمر بنفس الطريقه نخلطها حتى كتعقد عندي الكريمه وكتوجد، ومن بعد غادي نحيدها من فوق النار ونكملوا باقي المراحل ان شاء الله. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنا الكريمه بعد ما وجدات كتكون على هذا الشكل وعلى هذا القوام هذا، هي راه ما كتقالش البنات بزاف، المهم كتكون شويه خفيفه. صافي هنا غادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ومن الاحسن تستعملوا زبده اللي تكون نوعيه جيده، ما تستعملوش المارغرين. صافي كنخلط حتى كتذوب ديك الزبده بهذا الشكل هذا، وانا كنضيف البنات قطع ديال الاوريو او بديل الاوريو، كنقطعهم بشكل عشوائي بهذه الطريقه هذه. المهم الكميه نتوما اللي بغيتو. صافي كنضيفها حتى هي وكنخلطها هكا شويه باش كتخلط ليا مع الكريمه بهذا الشكل هذا. صافي وها هي الكريمه ديالي واجده. غادي ندوز مباشره باش غادي نفرغها فوق من الطبقه ديال الكيك. صافي هنا غادي نفرغها، غادي نفرغ ديك الكريمه ديالي كامله فوق من الكيك بهذا الشكل هذا. هاد الكريمه البنات كتجي لذيذه بزاف وكتجي غزاله. صافي نحاول نقاد ليها الوجه ديالها، ولا بانت ليا شي قطعه ديال البسكويت طالعه كنهبطها هكا بديك سباتول باش يجي الوجه مقاد ويكون مستوي. صافي كنقاد ليها الشكل ديالها بهذه الطريقه غير بسباتولا، وغادي نخليها فوق من سطح العمل حتى كتهبط درجه الحراره ديالها، ومن بعد ندخلها للثلاجه تبرد مزيان تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع. وعاد غادي نجبدها نحيدها من داك الاطار نديمو ليها، راه كتحيد بكل سهوله. دوزو غير السكين على الجوانب صافي وحيدوا الاطار. وغادي ندوزو لطريقه التزيين اللي كتبقى ساهله بزاف. غادي نزينها بواحد الطريقه اللي هي ساهله. غادي ندوزو للطبقه الثالثه. كيف ما كتشوفوا معايا خديت علبه ديال الياغورت ديال الشوكولات هو اللي غادي نزين به التورته ديالي. غادي نعتمدوا كطبقه ثالثه حتى هو كيعطي المذاق زوين وكيتواتى بزاف مع ديك الطبقه ديال الكريمه. صافي كنسرحوا بالمعلقه بهذا الشكل هذا حتى كنسرحوا على الوجه كامل ديال التورته ديالي. صافي غادي نبقى كنسرحوا بهذا الشكل على الوجه ديال التورته حتى كندير به طبقه. وهنا البنات كنزين هكايا بهذه المعلقه كنبقى كندوزها بهذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو باش كنشكل واحد الوريضه على هذه الطريقه. كتعطي صراحه واحد المنظر زوين بزاف. وهنا بالنسبه للاضافات البنات زينوا باش ما بغيتو ممكن تضيفوا كاوكاو كونكاسي او اللوز، ممكن ايضا الافيلي. هنا انا كان عندي الشوفان كراميليزي هو اللي زينت به بهذه الطريقه، ممكن نتوما تزينوا باش ما بغيتو. صافي كندوز داك الشوفان كامل على الجناب ديال التورته ديالي بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا. صراحه عطاها واحد التزيين رائع بزاف. هانتوما البنات على هذا الشكل. بالنسبه للشوفان راني فايت مني حاطه لكم الوصفه بالتفصيل في القناه، شوفان كراميليزي غير قلبوا في الفيديوهات القدامين غادي تلقاو الوصفه. صراحه كيجي زوين وكنعتمدوا في بزاف ديال الحوايج هكا كنزين به. وصافي ها هي الطورطه ديالي واجده للتقديم. هنا غادي نزيد واحد الحبات ديال بديل الاوريو غادي نحطهم هكايا في الوسط باش هكايا نعرفوا بان ديك الطورطه راها مصايبه بالاوريو. صافي كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه اللي شاركت معكم واللي اقترحت معكم اليوم. كتجي صراحه لذيذه بزاف وكتجي رائعه شكلا ومذاقا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم. ولا كان عندكم شي اقتراح انني نشاركو معكم علاش لا خليو ليا في التعاليق وان شاء الله نلبي لكم الطلبيات ديالكم. وصلنا اخواتي لاخر الفيديو. كنتمنىكم تشاركوني حتى نتوما بالتعاليق ديالكم وبالاراء ديالكم، وايضا تخليو ليا اكبر عدد اللايكات في هذا الفيديو هذا والاشتراك في القناه الا كانت اول زياره لكم، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الواتساب الانستغرام في فيسبوك ان شاء الله باش تعم الفائده ونكبروا القناه ونكبروا العائله ديالنا. وصلنا لاخر الفيديو. نخليكم في امان الله ان شاء الله الى فيديو قادم ووصفه قادمه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.